نقول بسم الله. التاكوس 3 مراحل. المرحلة الأولى قطعنا الدياي بهاي الطريقة مكعبات صغار، قطعنا بصل وقطعنا 4 ألوان من الفليفلة بالإضافة إلى الثوم. هذا بتكون الخطوة الأولى بالنسبة للتاكوس اللي هي حمسة الدياي. صبينا زيت زيتون، حطينا عليه البصل ونحمسه. بعد ما يبدأ شوي يتشوح على قولتهم نحط عليه الفلفل الأسود، الفلفل الألوان. الحين نحط الدياي ونحمسه مع البصل والفلفل. نحط بهار هندي على كيفكم عاد بالنسبة للبهار، وملح شوي. الحين يوم ينشف الماي نبدأ نحط الثوم. متعمدنا نحط الثوم عشان يكون يعطي قوة طعم. صبينا شوي عليه ماي عشان يمسك الحراق اللي هو تحت في التاوة، وبعدين ويحمر أكثر ونبند عليه. خلاص كذا جهز الدياي. قبل لا نبند عليه القليل من دبس الرمان. الحين جهز عندنا الدياي وخلصناه. الحين نبدأ في السلطة اللي هي راح تنحط على السندويشة. عندنا بصلة، لومية، طماطة، وعندنا بقدونس. حطينا البصل والطماط والبقدونس، نعصر عليه لومية. بعد ما عصرنا اللومي خلطناه، نصب عليه شوي تباسكو عشان يعطي نكهة على قولتهم المطبخ المكسيكي، بالإضافة إلى الملح وفلفل أسود. وهذا صحننا خلصنا منه. بديت في خلطة الروب ما يبالها شيء. قطعت فرمت زيتون أخضر وحطيت عليه فلفل أبيض وشوية ملح بس. وبالنسبة للصوص هذا على كيفكم، تبون كاتشب مايونيز تبون اللي تبونه، يعني هذا الشيء راجع لكم. خلصت من كل شيء. طبعا هذا جاهز ماخذنا، والسلطة خلصتها والدياي واللي هي راح اصفهم في صحن واراويكم النتيجة النهائية. وهذا صحن التاكوس خلص، وعلينا بالعافية. في امان الله.